وحشتوني جدا. طبعا ده فيديو على السريع وساندوتش على السريع وكل حاجة على السريع. زي ما انتم شايفين هنا انا كنت جايبة كيس اطياب اللي هو البانيه. طبعا ممكن تستغنوا عنه وتجيبوا اي ماركة تانية، وممكن تستغنوا عن البانيه عامة وتحشوا انتوا حشوات في البيت زي ما انتوا عايزين يعني. وجبت علبة صغيرة ستريبس عشان كده وعمر متبقاش سبايسي. وهنا عندي دي جبنة موتزاريلا على جبنة رومي مبشورة. تمام. طبعا احنا في كل حاجة ممكن نستغنى عنها. مفيش حاجة يعني ان هي تبقى اساسية يعني. ديت الجبنة الموتزاريلا، جبتها كانت في الفريزر. فطبعا عشان ما استناش تفك لانه كان جه على سهوة فبشرتها. هنا عندي بقى الانواع اللي عندي بتاعة الصوص. طبعا ممكن نكتفي بكاتشب، ممكن يعني زي ما احنا عايزين. بس انا طلعت كله اللي في التلاجة وقلت اعمل ساندوتش لاني كنت جعانة جدا 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 جدا. وجبت عيش تورتيلا من كنت جايباه من كارفور. الكيس دوت كان تقريبا ب44 جنيه. طبعا هو ليه بديل يعني بيتباع في افران بتبيع العيش السوري. فهو بيبقى حلو جدا وبيبقى ارخص وكل حاجه. بس زي ما انا قلت لكم جبت دوت يعني ايه وخلاص يعني. فجبت كيسين، هو الكيس فيه 5. وحمرت الستريبس على البانيه. الحته الصغننه دي طبعا معروفه من نصيب مين؟ من نصيب اللي بيعمل. ديت بتبقى الحته الذهبيه يعني. لقيت كنز. وهجيب بعديها العيش التورتيلا وهحطه. بس انا يعني المفروض كنت اقلبه على الناحيه التانية اول واحد، بس انا ما خدتش بالي يعني. فعادي يعني هي مش هتفرق كتير لان كده كده هياخد صدمه على الجريل او ايا كان. هنحط بقى كل الصوصات اللي موجودة عندنا. وممكن نعمل صوص، انا بعمل صوص في البيت كده بيبقى طماطم عليه فلفل عليه توابل بيبقى احلى. بس انا مكنتش قادرة وكنت جعانة جدا يعني. فهنحط بقى مستردة على مايونيز حار على باربيكيو صوص. كل حاجة كل حاجة تحطوها في بصوا تقابلكم. بس هو ساندوتش عالمي. طبعا التصوير مش بروفيشنال علشان انا طبعا زي ما انتم شايفين بصور بايد واحدة وبعمل بالايد التانية. والصينيه اهي عماله بتلف مني. بس ايه قلت برضو ايه اصوره اهي حاجه على الماشي كده، وهو الفيديو كله على بعضه اصلا 5 دقايق. هنحط الجبنه في النص. وممكن يعني ده المره الجايه بقى هعمله بطريقه بروفيشنال اكتر. يعني هجهز له علشان كمان يبقى التصوير احلى، وان فعلا الفكره عامه ممكن نعمل منها وجبه وجبه يعني تبقى حاجه شيك. فممكن نستغنى عن الموتزاريلا ونخليها للاخر خالص بعد ما نخلص. نحطها على الوش ونحطها تحت الشوايه يعني ليها كذا طريقه. هنحط البانيه او الستريبس اللي احنا جايبينه. ممكن لو عندنا سوسيج، ممكن لو عندنا سجق، ممكن لو عندنا بانيه في البيت، عندنا اي حاجه في اي حاجه يعني ممكن نحطها. هنحط البانيه وهنبتدي نقفل. طبعا الاتنين جنب بعض مش عايزين ان انا اقفل من الناحيتين. فهي برضو مش فارقه قوي يعني بالنسبه لي، لان هو فعلا ساندوتش على السريع. يعني حتى كسلت اروح ارجع افتح نور المطبخ، افتح الانوار يعني. فهنقفله بقى بالشكل اللي يريحنا. ممكن يتعمل الواحد الرغيف التورتيلا يتقسم 4 تربع، ويتعمل كل ربع بيبقى زي الكانيلوني كده. في حاجات كتير يعني. ده طبعا كانت الكمية كلها. ممكن الساندوتش نديله تشوك على الجريل او السب او ايا كان. بس انا كنت عايزه انجز فجبت الصينيه اللي هي بتاعت الكنافه اللي هي اللي بتبقى الحيطه بتاعتها قليله. وجبت حته زبده وشويه زيت. وقلت علشان الصينيه هتبقى اكبر فهتاخد ايه كذا ساندوتش مع بعض. لكن طبعا مش شرط ان احنا نعملها، هو انا ما بعملهاش كده اصلا. انا بحطها في السيب وخلاص وبقرمشها وخلاص يعني. بس كنت جعانه جدا فقلت هعمل بقى في الصينيه. هنحط بقى كميه الساندوتش. ممكن نقلل برضو من الصينيه عشان ان احنا نعرف نقلب براحتنا وما يفكش مننا عادي. وزي ما انتم شايفين عملنا الساندوتش بس كان روعه. فدي غدوه على السريع ويعتبر زي الساندوتشات بتاعت بره، بس احسن كمان. اشوفكم على خير وباي باي.